الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أيها الأحبة، حقيقة القلب في غاية السعادة، والإنسان روحه طيرة إنه يشوف نفوس طيبة في هذا البلد الكريم في حوش عيسى، اللي الواحد يتمنى إن يكون ولد في هذا المكان ونشأ بين هذه الأطياف الجميلة الرائعة، وينعم بأخلاق هذا البلد وحبهم للقرآن وحبهم للأزهر والتربية الراقية اللي بيتربى عليها أولادنا وبناتنا. الحقيقة زي ما قال أخي الفاضل الحبيب دكتور جمال، احنا عاوزين نبص للمستقبل، وعايزين ناخد خطوات وخطوات وخطوات لبناء البلد الجديدة. مش عايزين نبص لورا إلا لحاجة واحدة بس، بنبص نشوف ايه اسباب الفساد واماكنه نقفلها، لانها دي بالظبط حنفيات عماله تسرق منا الميه اللي هنشربها والميه اللي هنزرع بيها والميه اللي هنستخدمها في الصناعه، بتسرقها وتضيعها علينا. فلازم نقفلها عشان نوفر فلوس وخميره نقدر ان احنا تكون دي احد دعائم بناء جديد. لان احنا عشان نحل مشكلة البطالة مش هينفع ان كل واحد يجيب ورق ابنه او بنته ويقول للدكتور جمال اكتب لي عليه توصية عشان يتعين في وزارة الكهرباء والتربية والتعليم، وكل الوزارات فيها ناس زيادة. طيب ينفع نسيب ولادنا من غير شغل؟ ما ينفعش، لازم ولادنا يشتغل. يبقى الحل ايه؟ لازم هنبني حاجات كتيرة جديدة احنا محتاجين لها. انت عندك في مصر بقالنا 30 سنة ما اتعملتش جامعات جديدة ولا مستشفيات جديدة، بالعكس المستشفيات اللي كانت موجودة وزير الصحة السابق حاتم الجبلي لغاها. يعني احنا حصرنا، واقول لكم رقم يخض بس حقيقة، اكتر من 450 مستشفى اسمها مستشفيات التكامل. المستشفى كان بيبقى فيها 30-40 سرير وأوضة عمليات وأشعة وعيادة خارجية وطوارئ. وجا حاتم الجبلي عشان يرضي سوزان مبارك فضل المستشفيات دي، فضاها، السراير اتباعت، الأجهزة اتخربت، وساب في المستشفى أوضة واحدة شغالة تعمل ايه؟ تدي حبوب منع الخلفة للستات. هو ده بأهم وزير الصحة، انه يقصف عمر المصريين ويقلل نسلنا. وتقليل النسل كان هدية لإسرائيل. عارفين ليه؟ عشان الجيش ما يلاقيش رجالة تتطوع فيه ولا تخدم خدمة عسكرية. ما اصل لما كل أسرة هتخلف ولد وبنت، طب مين هيخش الجيش؟ هتلاقي حد؟ ما كله هياخد اعفاء، صح ولا لا؟ ما هو الولد الوحيد هياخد اعفاء، والعيال لما يبقى ولد واحد حلت ابوه وامه وجده وعمه وخاله هيتربى متدلع. مش هينفع في يوم من الايام يبقى راجل وقوي وهو واهله عندهم استعداد ان يقف جوه القوات المسلحه يدافع عنه، زي ما الجيل اللي قبل كده وقفوا بمنتهى الشرف والقوة والرجولة في حرب 10 من رمضان 6 من أكتوبر، وعلموا إسرائيل إن مصر فيها رجالة. يبقى نتفق إن لازم الفساد في البلد دي يتقفل. وإحنا أعضاء في مجلس الشعب اتصل بي أحد الصحفيين وقال لي في شخصية مهمة عايزك تقابلها، بس مش هينفع تقابلها في الإعلام. قابلته، عرفني بنفسه، طلع ضابط مباحث بيعمل في أخطر جهاز في مصر، جهاز الرقابة الإدارية، وهو طلع في الإعلام. عشان كده ممكن نقول اسمه النقيب منتصر. شاب لا نزكيه على الله، تحس منه حبه لبلده وغيرته على الفلوس اللي بتتسرق.
وحكى لي حاجه عجيبه جدا كانت بتحصل ايام حسني مبارك. الجهاز ده اللي هو جهاز الرقابه الاداريه شغلته يدور على المسؤولين في البلد، ظهر عليهم علامات الغنى، فلان اشترى عربيه مرسيدس فخمه وهو مدير مصنع، فلان مراته اشترت فيلا، فلان فجأة بقى عنده ملايين في البنك، يقعد هو يجمع المعلومات دي. وأول ما يلاقي رئيس مجلس إدارة، وزير، وكيل وزارة بانت عليه علامات الثراء والكسب غير المشروع يبدأ وراه ويروح لرئيس الرقابة الإدارية ياخد إذن بالمراقبة، فيتراقب تليفوناته المسؤول ده وتتراقب حساباته في البنك، ويبدأوا يروحوا يراقبوا الشهر العقاري سجل باسمه فيلا، عربية، أرض، ويتعمل ملف بيثبت إن هذا المسؤول بيسرق وبيستغل منصبه عشان يعمل إيه؟ يجمع ملايين. قلت له الكلام ده كان بيحصل ايام حسني مبارك، قال لي بيحصل وزي الفل ومجمعين ملفات للمسؤولين، كل مسؤول عليه بلاوي. قلت له الله، ده عصر مبارك كنا بنقول ان ما فيهوش الكلام ده. قال لي لا، ما انا جاي لك. بنجهز للوزير او وكيل الوزاره ملف فساد يثبت انه بيسرق، وكل حاجة بالشهادات موثقة ومسجلين له صوت وصورة وفيديو وتسجيل تليفونات وكله رسمي، وفاضل يتأشر عليه من رئيس الدولة بالتحقيق تبع النائب العام. يروح الملف ده لرئيس الجمهورية، وفي كل الفساد رئيس الجمهورية يعمل ايه؟ بعته هاتوه. يجي المسؤول الرئيس عاوزه، قبل ما يخش يقعد مع الرئيس يكلف حد من زبانية الرئيس يقول له صور له ورقتين 3 من الملف وخليه يقراهم وهو قاعد مستني، وتتعطى له الورقتين 3، يقعد يقراها ساعة ساعتين، يحصل له ايه؟ يترعب، يخش يقابل الرئيس، مبروك على المدام الفيلا والعربيه الجديده. احنا ما بنقولش مبروك. انت رايك ايه في موضوع جمال والتوريث؟ يبطل يبوس الاحذيه، يقول له ده جمال، هو احنا هنلاقي رئيس احسن من جمال؟ اهلا وسهلا. يقول له طيب تساعد جمال ان جمال هو الرئيس، اتفضل المقابله خلاص. ويتشال الملف. يوم ما يجي عنه اي تقرير انه ما بيأيدش جمال ويبص جزمة سوزان، هو عارف اللي هيحصل. عرفتوا البلد كانت بتدار ازاي؟ عشان كده احنا بنقول ان القرارات اللي خدها سيادة الرئيس في الايام السابقة، انه نمرة 1 غير وزير العدل، نمرة 2 غير رئيس الرقابة الإدارية، نمرة 3 جاب مستشار من أقوى المستشارين واللي معروف إنه ما بيخافش غير من اللي خلقه، مستشار هشام جنينة، وجابه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيراجع على كل المال العام يشوفه بيتصرف صح ولا بيتنقل. إذا الرئيس عمل إيه؟ جاب 3 رجالة أشداء خبرة وقوة ورجولة وسمعة نظيفة، وقال لهم ابدأوا نظفوا البلد. صح؟ الرئيس ومن خلفه حزب الحرية والعدالة عايزين ينظفوا البلد. انا لو لقيت شارع مش نظيف ونفسي انضفه، ممكن اقعد بكمي وبايديا هنضفه. الناس كلها تقول لك الراجل ده مخلص وعمال ينظف وبيشيل الورق بنفسه وبقاله يومين ما بينامش وبينظف. لكن هو ده الاسلوب الصح في النظافه؟ الاسلوب الصح ان انا اجيب
جهاز وادوات للنظافه، مش هنضف بكمي. وان كان لو انا نظفت بكمي الناس هتقول ده مخلص جدا، ما لقاش مكنسه ينظف بجسمه. لكن البلد الكبيره دي اللي فيها آلاف المؤسسات والإدارات والمصانع ووكالات الوزارة مش هتتنظف بكم الرئيس، صح؟ تتنظف بأجهزة وأدوات. وكانت المهمة الرئيسية للرئيس إن يختار معاه الأدوات اللي هتنظف. ولذلك جاب رئيس جديد للرقابة الإدارية. شوف شغلك، ابدأ اجمع معلومات وشوف الملفات القديمة اللي مبارك كان بيهدد بيها المسؤولين ويستعبدهم عشان يعيشوا خدم لمراته ولولاده للتوريث. طلع الملفات دي وحولها على وزير العدل. وزير العدل يدي بيها اوامر مباشرة لمين؟ للنائب العام. او وزير العدل اصلا كمان من سلطته ممكن ان هو يودلها للجنة قضائية، يشكل لها هيئة قضائية تبدأ تفحص هذه الملفات وتجيب لنا حقنا. واكتر من انها تجيب الحقوق او جزء من الحقوق اللي سرقت، ان تخلي اي مسؤول جديد ما يقدرش يفكر يسرق. يقول لك هروح منين؟ هيمسكني هشام جنينه، ولا تمسكني الرقابه الاداريه، ولا هروح منين؟ من مكي وزير العدل. ولذلك لقينا نموذج واحد، وزير العدل يقعد قاعده واحده مع راجل كبير كان موجود في الدوله قبل كده، اخد 200 فدان على الطريق الصحراوي ويحاسب. خدتهم بغير وجه حق، ثمنهم كام؟ 1000 مليون جنيه، مليار، 1000 مليون، 1 مليار. في ساعتها في 5 دقايق قال له اتنازل عنها. 5 دقايق، 1000 مليون. طبعا دي مش فلوس كاش، لكنها ارض وثروه هتنفع بعد كده، تتباع لشركات مقاولات، تزرع، تستصلح، توزع على شباب. يبقى لازم الخطوة الأولى اللي كلنا نساعد فيها مؤسسة الرئاسة هي إيقاف الفساد. عشان كده كل واحد بيشتغل في مصنع، بيشتغل في مزرعة، بيشتغل في هيئة، في حكومة، في أي حتة وشايف فساد، ما تجيش تبلغ، ما يكفيش. دور على ورقة، على مستند، حتى لو مستند واحد. لو قدامك 50 قضية فساد، هات بس منهم ورقة واحدة، والورقة دي لما تروح للأجهزة الرقابية هي تعرف تجيب الباقي. أما تقول بس فالأولين كتير، ولو خدنا بالكلام هيبقى فيه ممكن ناس بريئة يتقال عليها كلام مش صح. إذا عايزين كل واحد فينا عليه عشرات، دي بلدنا، بنحاسب على اللي فات بهدف مش ان احنا بنبص لورا، بهدف ايقاف نزيف السرقه. عشان كفايه سرقه. الدكتور جمال قال لنا كلمه جميله. اردوغان اول ما جه اول سنتين ما قدرش يخلي البلد تتقدم. عمل ايه؟ اوقف الفساد. اول ما اوقف الفساد اتوفرت عنده فلوس زياده، عمل بيها مصانع جديده، البليه جرت والاشياء بقت معدن، والمصنع بقى يجيب مصنع، والمزرعه تجيب مزرعه، والمستشفى بقت تشتغل، والمدارس زادت، والقطاع الخاص اشتغل، والقطاع الحكومي اشتغل، والمستثمرين الاجانب جم لتركيا. نفس الكلام هنا. تقضي على الفساد يحصل ايه؟ هتوفر فلوس اللي كانوا بيسرقوها، وبعدين هتجيلك استثمارات جديده. طب تيجي استثمارات جديده ازاي؟ انا اقول لك. قابلت واحد من رجال الاعمال في اسكندريه، بقول له يا عمي انت عامل مصنع صغير وانا سامع ان بره عندك مصانع كبيره، ما تعمل هنا مصانع كتير. قال لي والله انا عندي امنيه يا دكتور، نفسي اموت هنا وتصلوا عليا. قلت له ان شاء الله بعد عمر طويل. طب ليه انت ما دام بتحب البلد كده ما تعمل مصانع كبيره وانقل كل راس مالك هنا؟
قام قال لي انا المصنع ده الصغير اللي انت شايفه تكلفه العاديه 2 مليون، عبال ما بخلص التراخيص وادخل ميه ونور وتراخيص دفاع مدني وتراخيص كذا وتراخيص صناعيه ومش عارف وامن صناعي، قال لي بدفع رشوه 1 مليون. بره بروح اعمل المصنع اقدم ورقه بس وانا واقف اخد كل التراخيص والموافقات وانا واقف. جاي تعمل مصنع تعالى واشتغل. عشان كده عمر ما في مستثمرين لا مصريين، لان لنا 8 مليون مصري طفشانين بره البلد، وربنا موسع على كتير منهم، وقابلنا كتير منهم في السعوديه وفي امريكا وفي اوروبا عنده مئات الملايين وعايز يجي يعمل هنا مصانع ويعمل مشاريع، بس كل حاجه يقول لك الغي ايه؟ الغي الفساد. ما ينفعش اجي وافضل ادي رشوه ورشاوي المصانع عشان ياخد تراخيص مش 10 جنيه ولا 20، اللي بقول له هات مليون وهات 2 مليون، ده المصنع قيمته 200 مليون، ادينا 10 ادينا 15، والراجل بيقول لك انا ما ينفعش اعيش كده، ان كل حاجه برشوه ومش عارف هدفع رشوه كام، والمصنع ده ليه اصحاب وليه اسهم، لازم في اخر السنه الميزانيه اقول انا صرفت كام، وبقول اللي خد رشوه طب اديني وصل، طب اديني حاجه اثبت بيها ورق المصنع واقول ان انا دفعت، يقول له لا هي الرشوه يتاخد بيها وصل. يبقى اساس النجاح في المرحله دي ايقاف الفساد ومنع المزيد من السرقات. الخطوه الثانيه تلزق فيها على طول وتمشي معاها، مش هنستنى نبني لما نوقف، لا الاثنين يشتغلوا مع ايه؟ مع بعض. عندي مدرسه بايظه وكلها دروس خصوصيه والطلبه هجراها والحمامات بتاعتها بايظه والصرف الصحي ضارب فيها وسلالمها واقعه وفصولها فيها 160، نصلحها. واحنا بنصلحها وننام بنصلح القديم ونشد حيلنا ونتعاون افراد وجماعات واحزاب ورجال مال واعمال مع الوزاره عشان نبني مدارس جديده. الاثنين يشتغلوا ايه؟ يشتغلوا مع بعض ونبدا فعلا ننشط. انا لسه كنت بكلم الدكتور جمال قبل ما اتكلم بقول له انا مبسوط ان جزء كبير من الطريق المدخل دمنهور لغايه هنا بقى مرصوف. لكن ايه اللي يمنع ان رجال الاعمال هنا والناس في حوش عيسى ان نصمم ان يتعمل 3 خطوط بيضاء، خط في النص وخط على الجنب ده وخط على الجنب ده، لان في الضلمه ممكن العربيه تنحرف وممكن يحصل حوادث. هنقول عايزين ننوره وماله، قدرنا ربنا رزقنا بفلوس ننوره، لكن نعمل اي حاجه ونتعاون كلنا لان دي بلدنا. والنهارده اللي هيعمل حاجه مش هيسرقها مبارك وعيلته، دي هتفضل لينا كلنا كشعب ايه؟ كشعب مصر. بختم واقول لاولادي وبناتي بداتوا طريق تفوق وذاكرتم وتعبتم، والاباء والامهات تعبوا وسهروا واشتغلوا مره واثنين وشغله واثنين عشان خاطر انتوا تتعلموا كويس. فواجب عليكم بر الوالدين، حب الاب والام واحترامهم وتقبيل ايديهم وراسهم كل يوم اساس اخلاق. ثم الجديه، كتير مننا من ولادنا وبناتنا داخل كليات وداخل معاهد، زي ما كنا شطار في الثانوي وملتزمين برضه هنبقى شطار في الكليات والمعاهد، ومش هنقع في الحيل الشيطانيه، لان بعض ولادنا وبناتنا بيعيش في ثانوي بدون اختلاط بين الولاد والبنات، وبعد كده بيروح للكليه الاختلاط، فالشيطان يبدا يخليه يعمل حاجات ونظرات وكلمات ما كانش بيعملها وهو طالب في ثانوي. اذا مطلوب مننا جديه، مزيد من الشطاره، التزام اخلاقي زي ما احنا عليه ما نغيروش ابدا، بر والدين، ثم ان كل واحد فينا يحب، ودي قالها الدكتور جمال وبنأكد عليها، يحب التخصص اللي هو فيه. اي معهد انا دخلته ما عادش اقول ده معهد تعبان، ده انا كان نفسي في هندسه، ده انا كان نفسي في كليه كذا، لا، المعهد اللي انت فيه اشتغل فيه، ذاكر،
تفوق فيه، اطلع الاول، اطلع من العشرة الاوائل، هيبقى لك مستقبل راقي. مش كليات الطب والهندسة هي اللي بتطلع العظماء، بالعكس ده اغلب العظماء بيطلعوا من كلية العلوم ومن الحقوق ومن الاداب. وقادة المجتمع مش هم الاطباء، قادة المجتمع بيبقوا هم دايما خريج تجارة. هتلاقي اغلب الوزراء معاه بكالوريوس تجارة، اغلب الوزراء تلاقيه خريج هندسة، خريج حقوق، خريج علوم. وفي العالم بتجد مهنة المحاماة اللي كتير مننا ما بيبصلهاش نظرة على انها حاجة عظيمة، لا ده في العالم مهنة المحاماة والطالب خريج الحقوق هو اللي بيطلع القاضي، واللي بيطلع منه وكيل النيابة، وبيطلع المحامي اللي يدافع عننا عن حقوقنا جوه البلد، وفي القضايا الدولية عن حقوق مصر. بعض القضايا الدولية بنخسر فيها 500 مليون جنيه مصري بندفعهم غرامة في قضية واحدة رفعها شركة أجنبية عاملة عقد ظالم من أيام مبارك. فلو عندنا محامين شطار ويفهم في القانون الدولي كنا هنكسب القضايا دي ونوفر. والعلوم والتربية والزراعة يا راجل، كلية زراعة تعمل لنا نهضة زراعية وتنتج لنا غابات وحقول وحدائق، كل الكلام ده خير. بنهي واقول كلنا امل وتفاؤل واستبشار ان البلد دي هتتحسن. ليه؟ لاننا تبنى عن اكبر ذنب وهو السكوت على الطاغية، لان سكوت الشعوب على الطاغية هو اكبر ذنب. وما دام تبنى من هذا الذنب اللي كلنا كشعب مصري مشاركين في السكوت على طاغية بدرجات مختلفة، كلنا شاركنا في خلع الطاغية، يعني كلنا تبنى من هذه المعصية، يبقى استحققنا دعاء سيدنا نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والسنة دي لو لكم حد في الساحل الشمالي أعلى نسبة أمطار يمكن من أكثر من 10-15 سنة في الساحل الشمالي، وعلى منابع النيل أعلى نسبة أمطار كانت السنة دي. وكل ما نستغفر ربنا أكتر ونقضي على الفساد أكتر ونشتغل أكتر كل ما يأتينا مية أكتر، والمية هي أساس كل أنواع التقدم الاقتصادي. عندك مية زيادة هتزرع زيادة، عندك مية زيادة هتعمل مصانع زيادة، عندك مية زيادة هتعمل شقق سكنية زيادة، لأن المية أساس كل شيء حي خلقه الله تبارك وتعالى. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هيزيد نصيب مصر في المية، هنعمل زراعة، هنعمل صناعة، هنعمل استثمارات جديدة. يعني الشباب هيلاقي فرص عمل براتب كويس، والشاب لما يريش هيتجوز، ولما يتجوز يبقى عندنا ايه؟ أبناء وبنين، وعندنا مساكن، والمساكن تحلو ويبقى البيوت تتحول كأنها زي المستوطنات اللي بيعملها اليهود باغتصاب أرضنا. تلاقي البيوت حولها الحدائق وتتحول إلى جنات، وتصبح بلادنا عبارة عن قصور وبيوت طيبة لأهلها بينها أنهار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال تتجوزهم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي النهاية أكرر تحيتي وفرحتي بولادنا وبناتنا بنجاحهم وتفوقهم، وشكري للآباء والأمهات اللي صبروا وتعبوا عشان ولادنا يصلوا إلى هذه المرتبة الجميلة. والله أكبر وتحيا مصر. نشكر الأستاذ الدكتور